السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، بنرحب بحضراتكم. في حلقة النهاردة هنوضح كل التفاصيل الكاملة عن لحظة القبض على الفنانة الكبيرة منة شلبي النهاردة داخل المطار. ايه القصة وايه الحكاية وليه تم القبض عليها، وهل فعلا زي ما في بعض الأخبار بتقول ان هي كان معاها مواد مخدرة؟ طيب ايه اللي كان معاها بالتحديد؟ هنوضح لحضراتكم التفاصيل الكاملة، ولكن في البداية بدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. بداية الفنانة منة شلبي، بداية معرفة الجمهور بيها كان في المشهد الشهير اللي عملته في فيلم الساحر مع الراحل محمود عبد العزيز. منة شلبي بعد المشهد ده بدأت تتشهر وبدأ الجمهور يعرفها، بدأ يكون ليها أعمال كتير جدا في الفترة الأخيرة، بدأت إن هي تنتقي هذه الأعمال وهذه السيناريوهات اللي هي بتعملها. طبعا هي فنانة محترمة وفنانة قديرة ومحدش قال عليها اي حاجة، ولكن اللي حصل منها في المطار النهاردة كان صدمة لكل جمهورها ومحبيها في مصر وفي العالم العربي كله. كانت راجعة من رحلة قصيرة جدا، يعني مدتها 4 أيام في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ما خلصوا ال4 أيام وراجعة في مطار القاهرة تم استوقافها علشان يفتشوها، وده يعني إجراء عادي جدا بيحصل مع أي حد، وزير، غفير، فنان، شخص عادي لازم يتفتش لو مشكوك في امره. لقوا معاها 12 قطعة من مخدر الماريجوانا. المخدر ده مخدر معروف، هو ممكن ما يكونش معروف عندنا اكتر ما هو معروف في البلاد الاوروبية، ولكن طبعا هو مخدر زيه زي الاستروكس، زيه زي الشابو، زي الحشيش، اي مخدر من المخدرات المشهورة. طبعا تم التحفظ عليها، ومنذ ساعات قليلة جدا تم تحويلها للنيابة العامة في الفترة المسائية، وبيتحقق معاها حاليا داخل النيابة العامة. ولكن كل التفاصيل اللي وردت إلينا إنها انهارت من البكاء وبدأت تنكر التهم الموجهة إليها، وقالت إن أنا معرفش أي حاجة عن المخدرات اللي كانت معايا، وإن الحاجات دي حد دسسها لي في الشنط بتاعتي. عموما نتمنى إن الفنانة فعلا تكون بريئة وما عملتش كده، ولو فعلا ثبت إن هي عملت كده أتمنى إن هي تاخد يعني أقصى عقوبة علشان تكون عبرة لأي حد يفكر يعمل حاجة زي كده. وهم دول يا جماعة للأسف بعض الفنانين اللي بيكونوا قدوة لبعض الشباب أو لبعض الجمهور في مصر وفي العالم العربي. في ناس بتتخذهم قدوة واخدينهم مثل أعلى وحاجة كويسة، وإن ده الفنان اللي أنا نفسي في يوم من الأيام أكون زيه. لا، خلوا بالكم، مش معنى إن الشخص بيظهر على التلفزيون أو على أي وسيلة إعلامية يكون شخص موثوق فيه أو شخص محترم أو شخص جدير بهذه الثقة. طبعا ربنا إن شاء الله يثبت براءتها أو يثبت إدانتها إذا كانت مدانة، وإن شاء الله تاخد أقصى عقوبة. منتظر آراء حضراتكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان دايما يوصل لكم كل جديد أول بأول. شكرا ليكم، سلام.